كونيتشيوا وكوتسكاشي كاتاتشي. كونيتشيوا وتسوكاشي هيتوتاتشي. كونيتشيوا وتسوكاشي هيتوتاتشي، يعني مرحبا يا حلوين، كيفكن؟ شو الأخبار؟ بس يعني مرحبا يا حلوين، أكيد ما رح أحفظ الجملة كلياتها يعني بالياباني يعني، بس مشان أصور الفيديو. لا المهم، مرحبا يا حلوين، كيفكن؟ صلاة تكونوا تمام. مستغربين ليش اللوك اليوم هيك طفولي ويعني هيك كتير في ألوان وشغلات؟ ليش لابسة هذا اللبس؟ لأنه هيك حبيت يكون الفيديو شوي كيوت وحلو وكذا، يعني بما أنه يعني رايحين على كوكب اليابان، فهيك خلينا نسوي هيك جو لطيف حلو. ومثل ما بتعرفوا يعني اليابانيين والفيديوهات وكل الترندات معروفة هيك كيوت كواي ومدري شو هالشغلات هاي. فاليوم الفيديو مثل ما شفتوا بالعنوان رح اجرب معكم نوعين من الحلو الياباني اللي كتير مشهور. اول نوع حلو هو الموتشي، ما بعرف اذا بنطقه صح صراحة، موتشي 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 موتشي. فالموتشي هي أكلة حلو يابانية عبارة عن طحين الرز مع مي ونشا وسكر. طبعا كل حدا بيساويها على طريقته، بس انا هاي الطريقة اللي شفت اكتر من حدا عم بيساويها. والحشوة تبعيتها بتجي يا كريمة يا ايس كريم يا فواكه مثلا. فاول شغلة لازم تكون معنا فيديو اليوم هو طحين الرز. صراحة اول مرة انا بجيب منه لهذا، وما بعرف صراحة لشو بيستعملوه غير هيك يعني، بس انه قريت انه لازم طحين الرز. يلا خلينا نروح نشوف وين بيبيعوا طحين الرز. طلعوا يبيعوه يعني فكرة وين مكان هون. ثاني أكلة نساوية وأكلة حلو دانغو. دانغو نساوي دانغو، ترجمتها زلابية. زلابية ترجمتها زلابية، بس هي مو زلابية، زلابية. زلابية لا، الزلابية شي تاني عنا، هاي الزلابية عنا، بس الدانغو عندهم شي تاني. أول شغلة رح نساويها هي الموتشي، فخلينا نبلش بلا ما أطول عليكم أكتر من هيك. أول شي بتحتاجوه طحين الرز. ثاني شغلة بتحتاجوها مي. في شي يتغير بالفيديو اللي بيحصل يكتب تحت الكومنت. أول شي رح نحتاج هو طحين الرز، فرح نحتاج ملاعقتين، يمكن ملاعقتين. خلص انا بساوي هيك يعني على توكل الله، بس ما رح كتر يعني على فكرة عجينة مشان بلكي ما زبطت. هيك هيك ملاعقتين يعني تقريبا. حط نشا، نص ملعقة نشا وسكر اكيد لازم. اول شي خلينا نحط المي، نحط مي باردة مشان يعني بعرف هيك مشان يتماسكوا مع بعض احسن. اذا بسويها غلط خبروني، لانه انا عم جرب معكم، ما عم لكم وصفات. هيك صارت العجينة، حاسة حالي عم خبص. بدنا ملون طعام كمان. في عندي ملونات طعام بس عم فكر اي لون بدي احط. اي لون برأيكم؟ اكيد مو زهري. اوكي بنضلنا عم نخلط ونخلط 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 لحتى القوام يصير هيك. ولازم ما تنسوا شغلة، انه ما تردوا علي لانه ما بعرف كيف سويها. هلا رح نغطيها بنايلون ونثقب النايلون ونحطها بالميكروويف. يا الله شو صعب الفيديو، لو ما نسفموا هيك. اوكي بهي الاثناء شو رح نعمل؟ كريمة. يا جماعة عن جد بلشت تطلع الريحة. ياه ريحة فراولة، ريحة مربى فريز معفن. معقول ما بدها 3 دقايق؟ رح طفيها. وقع. ياخ ليكو هي كأنها. اوكي فأول شغلة لازم تسووها، لا تخلوها 3 دقايق في الميكرويف، دقيقة بكفيها. لا ما تدخلوها، لا ما تتحرك. قومي استنوا نعاش. ياخ يطلع والله حلو هذا، بس لحتى تبرد شوية اتركها. شو رايكم؟ ياخ والله ملمسها كتير حلو. رح احترق من شانكم بس فداكم عادي. شوفوا القوام اللي طلع، ما بدنا اياه هيك. خلينا نساوي هلا الكريمة لانه بدي احطها شوية بالبراد مشان هيك يعني تجمد على بعضها وتمسك، وبنرجع يعني للعجينة بس لحتى شوي تبرد لحتى اعرف استحكم فيها يعني. هلا شوفوا كريمة ما رح كتر كتير، رح احط تقريبا، والله ريحتها كتير حلوة على فكرة هيك. رح احط هيك شوي صغير هيك، وجد لهم حليب طبعا وبخلطهم. شوفوا بلمسة رح تصير كريمة. تين ترى صار جاهز معنا.
رح احطه بالبراد لحتى نسوي العجينة. بالله بهاللوك مو طالعة مثل البنانا لوك بالفان سويتس. هلو. يي شوفوا ياخ، والله ما بعرف، كتير قسيت. شوفوا ما نجحت. يمكن هذا اغبى شي بسويه بحياتي. طيب بلكي اذا حطيت لها مي ورجعت حطيتها بالميكروويف بمشي حالها. هي تحسوها مثل عجينة الفوندان، مثل عجينة السكر. خلص صغروا لي جمعوا على بعضها، نحن بدنا شقفة منها. خلص بدي هي. ما شاء الله على الحضارة. يلا يا موتشي تموتشي معنا. هي رح سويها اصغر موتشي بتشوفوها بحياتكم. هاي الموتشي تبعنا صارت جاهزة، او عجينة الموتشي، فرح حطها بشي زبدية لحتى لا مو زبدية، استنى شوي. حطها بهي مشان نشكل دائرة مزبوطة ان شاء الله تزبط. لا ما رح احطها بهي لانه صغيرة كتير. كيف بحطها بهي الزبدية؟ شو رايكم؟ كبيرة كتير يا الله. خلاص بحطها بايدي عمي. صارت عجينتنا هي شو حلوة. فجبت الكريمة وهي الموتشي تبعنا جوات الموتشي. يلا الفيديو بعقلي كان احلى. ورح احط هاد مثل توبينج او صوص الفريز. رح احط شوية بس خلاص. لحظة الحقيقة، زي لحظة التخبيص. هاي مو موتشي، هاي قطايف. سويت قطايف انا. تجربة فشلت معنا 100%. برافو علينا. عن جد قطايف فعست بين ايدي وما كانت تلزق ببعضها. بس اعتقد العجينة كان لازم اسويها بغير طريقة. رح اسويها مرة تانية وارجع لكم. شو رايكم؟ شوفوا شو حلوة. اخيرا مشي الحال يا جماعة. لحظة الحقيقة. بلا ما نكتر مثل هديك المرة. شوية مربى. ما تكتروا. زبطت. عم بضحك على حالي انه زبطت. طبعا ما لازم تشوفوا الجهة الورانية. زبطت والله. شوفوا كمان توقعت احلى من هيك صراحة. لا تواخذونا اخواتنا باليابان. كونيتشي واشي نو موتشي بعد اليوم. المرة الوحيدة يعني اللي جبتها من سوبر ماركت جبتها بنكهة الفريز وواحدة بنكهة الشوكولا، كانوا طيبين. فبرأيي انه خليني اجيبها من السوبر ماركت وبلا معهم. اوكي، فبما انه اول اكلة ما نجحت معنا وكانت فشل كبير بتاريخ الطبخ كله، حسيت حالي اني تعديت على ثقافة اليابان كلياتها، وانا بعتذر كتير لليابان. بس ما رح اعيد الموتشي بحياتي. لا مو بحياتي يعني، ما بوعدكم، برجع بعيدة يعني، بس لحتى هيك اعرف فيها شوي اكتر، لانه الخبرة بتعلم. لكن اوكي، فاكلة الحلو الثاني اللي رح نسويها اليوم وان شاء الله تزبط معنا هي الدانجو. مثل ما شايفين في ايموجي هون خاص بالدانجو. الزهري بيمثل براعم الكرز، الابيض بيمثل ازهار الكرز بعد نموها، واللون الاخضر بيمثل اوراق الكرز بعد سقوطها. اعتذر كمان المرة الف منكم يا يابانيين. بس رح استخدم ملون طعام احمر، مو احمر يعني زهري بيكون، ولانه ما عندي اخضر استخدم الاصفر والازرق اخلطهم مع بعض بيعطونا اخضر. اوكي فخلينا نبلش تحضير. اوكي فللوصفة الثانية شو رح نحتاج؟ طحين الرز. هات كمان ملعقتين تقريبا، لانه ارجع اعيد واكرر. انا عم جرب تجربة، فما تاخدوا ابدا ولا وصفة من وصفاتي بهذا الفيديو، بس يعني لانه اكيد رح خبص يعني اول مرة بسويها، فمشان هيك اعذرة من اندر. حط سكر بودرة وحطيت مي شوي ورح حركن. هاي العجينة اعتقد انه صارت معنا. كيف هي اول كرة بدنا نسويها ليكوا باللون الابيض. صاروا هدول 3 الوان. هلا بدي احطهم على النار. شوفوا التخليصات الحلوين. فرح احطهم على النار. فهو بالعادة يعني بدهم 10 دقائق، بس انا عندي 3 الصغار يعني اصغر دانجو بتشوفوه بحياتكم.
بيغلي يا جماعة، ما فرطوا. واو، بعد محاولات عديدة لحتى اساوي الموتشي اللي ما نجح معي، الدانجو بدي اخبركم انه يس نجح. فحانت لحظة الحقيقة. شو كيوت، على فكرة كتير كيوت. أصغر دانجو تشوفوها بحياتكم. شو حلو يا الله، حتى ماتشين معي. شوفوا ماتشين مع دول. 1 2 طيبة. خلينا نجرب هدول. الفرق بين أول واحدة كيف متحمسة، ثاني واحدة لذيذة عادية صراحة. يمكن بنحط لها صوص أو شي. هاي مع كريمة، نزعنا الوصفة. عن جد طيبة، بنصحكم ما تجربوها. اوكي حبايبي، فالهم نكون وصلنا لاخر الفيديو. مثل ما شفتوا ما نجح معي شي، بس جربنا. حبيت جربها لأول مرة معكم واعطيكم ردة فعلي الحقيقية عليها. طيبة كيف عم ساويها، وكمان اذا سويتوها انتو شي مرة اكتبوا لي تحت انه اذا سويتوها مثلا غير طريقتي، اذا في طريقة معينة، اذا انا مثلا سويت شي اكيد سويت شي غلط يعني فيها، بس ما بعرف يعني. بس والله اذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. ولا تنسوا تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي على تيك توك، سناب شات وانستغرام. سناب شات عم نزل يومياتي وكثير شغلات حلوة عم تروح عليكم، وحتى الفيديو الجاي عم بحكي على سناب شات تبعي، فلا تنسوا تتابعوني هني. حساباتي رح تكون هون على الشاشة او تحت بصندوق الوصف. اذا تابعتوني قولوا لي انكم جايين من اليوتيوب. فيلا ديروا بالكم على حالكم منيح وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي. Gomen. كومان يابان، ترجموها وخبروني شو معناتها.